السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب العالمين. النهاردة هنعمل احلى لفة صوف بريوش بطعم يجنن وهشاشة غير طبيعية. عايزة اقول لكم ان بيبقى طري وهش وتحفة وتقدري تحشيه اي حاجة. هكلمكم عن التسوية، هكلمكم على ازاي يبقى طري ما يبقاش ناشف ومبرول كده وجاف قوي من جوه ومكتوم. هقول لكم ازاي يبقى قطني كده وطري وتحفة تبارك الله زي ما احنا شايفين. هنبدأ الفيديو مع بعض، نصلي على النبي قبل اي حاجة ونقول بسم الله ونبدأ بأول مكونات. ننزل بكوباية من اللبن. اللبن ده لازم يكون ساخن مش دافي، لا يكون ساخن ومش مغلي، يعني تسخنيه كده وتنزلي بالكوباية وتنزلي بمعلقة ونص من الخميرة الصغيرة، معلقة صغيرة مش كبيرة. هنبدأ ان احنا ننزل كمان ب3 معالق سكر بودر. عايزة تنزلي بسكر حبيبات طبعا مفيش اي مشكلة، بس ده بيسهل عليا ان السكر يدوب على طول. هقلبهم كويس جدا وهنزل ببيضايه، بيضة عادية بدرجة حرارة الغرفة علشان ما تقللش من سخونة اللبن هنا، فلازم تكون بدرجة حرارة الغرفة عادي خالص. هنقلبهم كويس جدا لحد ما نحس ان كل المكونات دي اندمجت مع بعضها. ننزل بباكت من الفانيليا. انا بفضل الفانيليا البودر افضل من الفانيليا السايبة في المعجنات، لان الفانيليا التانية بيبقى ليها ريحة كده ظاهرة قوي انا مش بحبها. ودي كمان معلقة واحدة بس من الزيت، وهندوبهم كويس جدا مع بعض. هننزل باول كوباية من الدقيق. انا المفروض معايا 3 كوبايات من الدقيق، هنزل باول كوبايتين علشان اشوف الدقيق بتاعي هيشرب السوائل دي ولا لا. الدقيق ده دقيق عادي متعدد الاستخدامات، انا بستخدمه وبيبقى كويس معايا جدا. لو دقيق القمح بتاعك كويس وعرقه كويس تقدري تستخدميه مفيش اي مشكلة. هقلبهم كويس خالص لحد ما احس ان المكونات كلها اندمجت مع بعض. لو حسيت ان العجينة جامدة معايا، انا معايا نص كوباية من اللبن، هبدأ اضيف شوية بشوية. لو مش محتاجة خلاص هضيف الدقيق اللي باقي اللي هي الكوباية الباقية، ومش هحتاج اكتر من كده. اهم حاجة نضيف بالتدريج. هنا حسيت ان الاسباتولا خلاص بقى ما عدتش قادرة اعجن بيها، العجينة اتمسكت قوي مع بعض، فهبدأ ان انا استخدم ايدي بقى واعجن. في البداية هتلزق معايا كده زي ما احنا شايفين. هضيف لها واحدة واحدة الدقيق. برضو مش هنضيفه كله مرة واحدة، هنضيفه معلقتين بمعلقتين. عايزة اقول لكم الدقيق لازم تنخليه. انا الدقيق بتاعي كنت نخلاه قبل ما اشتغل بيه. دلوقتي حسيت ان العجينة خلاص بدأت تبقى متماسكة وبدأت ان انا اعرف اعجن فيها. هنا حسيت بقى ان هي جمدت معايا وعايزة اطريها شوية، فانا هستخدم نص الكوباية بتاعة اللبن. برضو هنزل اللبن بالتدريج هو دافي وهبدأ اعجن. لو الدقيق بتاعك ما بيستقبلش سوائل كتير ما تضيفيش لبن. انا الدقيق بتاعي بيستقبل السوائل جدا، فلو هتحطي له طول اليوم سوائل هيستقبلها وهيشربها برضو. هنا العجينة كانت طرية معايا بتلزق كده، بس مش اللي هي مدهولة الدنيا ومش عارفة ألمها، لا أنا قادرة إن أنا ألمها. هعجن فيها كمان شوية. معايا هنا معلقتين من السمنة، سمنة بدرجة حرارة الغرفة. أنا مش عايزاها سايحة ومش عايزاها جامدة، تبقى بدرجة حرارة الغرفة بالشكل ده. هي اللي هتخلي العجينة معايا طرية، وهقدر إن أنا اما اعجنها وايدي تبقى فيها ما تبقاش ملزقه قوي. في البدايه كده هتتعبني وهتتقطع مني بالشكل ده، بس عايزه اقول لكم هتلم وتبقى طريه وتبقى تحفه. هعجن فيها كويس جدا. لو مش موجود عندك سمنه او زبده تقدري ان انت تستخدمي معلقتين من الزيت مفيش اي مشكله. وكمان لو مش موجود عندك لبن تقدري تعجنيها بميه. هنا بختبر العجينه بشوفها عامله ايه. لما شدتها كده كانت بتتقطع، فمحتاجه ان انا اعجنها شويه. عجنت فيها شوية وبختبر العجينة كده
عادي بتمط وحلوة قوي. فهبدأ ان انا اعجن فيها كمان حاجة بسيطة كده واسيب. انا عايزاها تكون بتلزق، مش مدهولة الدنيا، بس فيها شوية تلزيق كده. هنغطيها بكيس نايلون او بستريتش راب ونسيبها لحد ما تخمر. نسيبها لمدة ساعة هتخمر ويتضاعف حجمها بالشكل ده. تحط على وشها الزيت. خلاص هبدأ ان انا اهبط العجينة علشان اقطعها وابدأ استخدمها. هتحتاج مني دقيق، ارش رشة محترمة كده من الدقيق عشان هي بتلزق، واقول لكم هنعمل ايه. هنقطعها كده ل4 قطع، وهنبدأ ان احنا ناخد كل قطعة لو هي كبيرة نعمل منها 2. عملوا معايا كام قطعة؟ 7 قطع معايا. هبدأ احطهم على جنب برضو واغطيهم بالكيس لحد ما نسيبهم كده لحد ربع ساعة حجمهم يزيد شوية والعجينة ترتاح، ونبدأ نشتغل فيهم على طول. هبدأ اخد قطعة وافرد العجينة بالشكل ده. عندك قطاعة، عندك سكينة، تبدأي ان انتي تقطعيها رفيع زي ما احنا شايفين كده. ومعايا الشوكولاتة بتاعتي انا قطعاها وبشراها حاجات بسيطة كده، وهبدأ ان انا اقفلها كده والفها بالشكل ده. فردتها هنا وبدأت ان انا اقطعها برضو بالشكل ده. سمكها يبقى مش تخين، بيبقى رفيع خالص. وعايزة تحشيها جبنة، تحشيها فاهيتا، تحشيها اللي انت عايزة تحشيه بيها تقدري تحشيه، تبقى تحفة تبارك الله وهشة وجميلة جدا. انا هنا خلصت وحطيتهم في الصينية. هسيبهم لحد ما يخمرهم وحجمهم يتضاعف، واحطهم في الفرن اقول لكم التسوية بتاعتهم عاملة ازاي. انا هنا سيحت معلقة من الزبدة وبدأت ان انا ادهن بيها الوش. تقدري تدهني بلبن، تقدري تدهني بمعلقة سكر على معلقة مية، وكمان لو بيضة على نص كوباية مية ورشة فانيليا تقدري تدهني بيها. انا رشيت رشة من السمسم بسيطة كده. انا هنا شغلت الفرن قبلها ب10 دقايق، هو بنفس درجة الحرارة كده، ما علتهوش عن كده. وهبدأ احطها. تقعد قد ايه في الفرن؟ هتقعد نص ساعة على الهادي خالص. واحط فيها زي حاجة كده خشب اشوف هتطلع معجنة ولا لا. لو ناشفة والخشبة وما فيهاش اي حاجة خلاص تبقى كده استوت وبقت تحفة. هغطي وشها شوية تطرى وابدأ قطعة صغيرة بقطعة صغيرة كده اقطعها واشوفها من جوه عاملة ازاي. تبارك الله هشة جدا، الشوكولاتة جواها تحفة. لو عايزة تحشيها جبنة او اي حشوة انتي بتحبيها وبتفضليها تقدري تحشيها. طرية جدا من جوه والشوكولاتة سايحة فيها وطعمها تبارك الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس علشان اي حاجة انا بنزلها توصل لكم بأمر الله. الشوكولاتة سايحة عليها وشكلها تحفة وطعمها خطير، هشة من جوه مش معجنة، قطنية جدا.